المسابقة للتأهل إلى كأس العالم طويلة، وتحتاج النفس الطويل، وتحتاج المواصلة الكاملة. تعثر ماهوش تعثر، نتيجة ما خسرناش، يعني عندنا نقطة في رصيدنا مثل الكاميرون. وإن شاء الله في المباريات المقبلة نحاول نحصل على نتائج إيجابية لكي نوصل إن شاء الله كالعادة بإذنه للتأهل. الآن الرصيد اللي باقي في المباريات المقبلة هو 15 نقطة. 15 نقطة. احنا تعودنا انه بعض المرات نكسب بعض المباريات خارج الديار، فان شاء الله ربي يوفقنا على اساس ذلك. احنا للاسف كانت المباراة صعبة، وفريق الكاميرون فريق كبير، يعني احنا فوجنا فيه ثلاث فرق متعودة على كأس العالم وفريق بطل لافريقيا، يعني مش سهل. واذا تعادل ما هوش نهاية العالم. ان شاء الله بس في المستقبل نواصل ونبذل كل ما في وسعنا، ونقصد بهذا اللاعبين خاصة والطاقم التقني، لكي ان شاء الله نوصل لنتيجة ايجابية ونحاول انه نتأهل. على كل نحن من الناحية اللوجستيكية ومن ناحية التحضير احنا دائما سباقين. على سبيل المثال اليوم في الوقت اللي احنا نتكلم معك يوم عاشوراء عندنا فوج موجود اليوم في مدينة أويو في نيجيريا يحضر في الوصول للفريق الجزائري اللي يتنقل إن شاء الله بطيارة خاصة يومين كالعادة جيموان 2 إلى هذه المدينة لكي نلعب المباراة مع نيجيريا، وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية. المسابقة للتأهل إلى كأس العالم طويلة، وتحتاج النفس الطويل، وتحتاج المواصلة الكاملة. تعثر ماهوش تعثر، نتيجة ما خسرناش، يعني عندنا نقطة في رصيدنا مثل الكاميرون. وإن شاء الله في المباريات المقبلة نحاول نحصل على نتائج إيجابية لكي نوصل إن شاء الله كالعادة بإذنه للتأهل. الآن الرصيد اللي باقي في المباريات المقبلة هو 15 نقطة. 15 نقطة. احنا تعودنا انه بعض المرات نكسب بعض المباريات خارج الديار، فان شاء الله ربي يوفقنا على اساس ذلك. احنا للاسف كانت المباراة صعبة، وفريق الكاميرون فريق كبير، يعني احنا فوجنا فيه ثلاث فرق متعودة على كأس العالم وفريق بطل لافريقيا، يعني مش سهل. واذا تعادل ما هوش نهاية العالم. ان شاء الله بس في المستقبل نواصل ونبذل كل ما في وسعنا، ونقصد بهذا اللاعبين خاصة والطاقم التقني لكي ان شاء الله نوصل لنتيجة ايجابية ونحاول انه نتأهل. على كل نحن من الناحية اللوجستيكية ومن ناحية التحضير احنا دائما سباقين. على سبيل المثال اليوم في الوقت اللي احنا نتكلم معك يوم عاشوراء عندنا فوج موجود اليوم في مدينة أويو في نيجيريا يحضر في الوصول للفريق الجزائري اللي يتنقل إن شاء الله بطيارة خاصة يومين كالعادة جيموان 2 إلى هذه المدينة لكي نلعب المباراة مع نيجيريا، وإن شاء الله تكون فيه مبالغة في الطريقة ديال الإعلام فيما يخص هذه القضية. اولا اللاعبين ما عندهم حتى مسؤوليه في هذه القضيه. اللاعبين كاين بعض القضايا تصرى في غرفة الملابس أو في الملعب، هذا جد عادي في كل البلدان، وخاصة في كل غرف الملابس في العالم، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى الفرق الوطنية. أنت تتذكر أنه السنة الماضية في مباراة ودية
سوداني وابراهيمي كانوا هكذاك تشدوا في الملعب، ولكن هذا عادي جدا. في المباراه الاخرى بودبوز وسليماني على اساس ضربه جزاء، هذا عادي جدا ما بين اللاعبين. وحتى في غرفه الملابس انتصارات دائما نقاشات سخونه، وبعدين لما تنتهي المباراه انتهت. نفس الشيء اللي صار ما بين بعض اللاعبين والمدرب، وبعد المباراه طبعا كله انتهى. لكن اللي صار هو انه المدرب شاف انه للاسف علاقته صعبه مع الفوج من جهه، ومن جهه اخرى احنا نطلب منه الكثير. نو سوم تريز اكزيجون سور تو لي بلان. وطبعا احنا حاولنا انه يكون استقرار مع الطاقم الفني اللي موجود من زمان. هذا ضمان الاستمرار وضمان النجاح، لانه الاستابيليتي هي اللي الاساس في التسيير. ولذلك فضل انه يستقال، وهذا طبعا ما عنده حتى مشكله بالنسبه لنا. وان شاء الله نشتغل ابتداء من غدا، اليوم عاشوراء، ابتداء من غدا على ان شاء الله توظيف مدرب جديد اللي يكون في المستوى واللي لديه خبره، خاصه من ناحيه الاتصال. لي بروبليم دو كومونيكاسيون فينالمون سون تريز امبورطون. ولو جبنا احنا مترجم يعرف اللغه السربيه ويعرف الفرنساويه، لكن الاتصال الشخصي ما بين المدرب واللاعب صعب. ولو احنا نعرف تجارب كبيره، مدربين اجانب ما يعرفوش اللغه تاع البلد ونجحوا في مختلف البلدان ممكن جدا، ممكن جدا. واحنا المشاكل اللي بعض المرات تطلع من كبرية المنتخب. احنا اليوم عندنا عناصر جد كبيره يلعبوا في انديه كبيره، فصعب بعض اللاعبين صعب لهم انه يبقوا في البنك. فدائما كاين منافسه كبيره، وهذه تتطلب تسيير خاص، تسيير انساني وتسيير عملي لكي الامور تكون دائما ايجابيه. طبعا احنا طلبنا من اللاعبين انه يكون تضامن دائم، سواء يلعب سواء ما يلعب، سواء يكون في المدرجات، انه يتضامن، وحتى في الملعب يكون تضامن. ان شاء الله هذه الامور هذه كلها تتعالج، وبدات تعالج حتى قبل نهايه التربص الماضي. كنت انا شخصيا اجتمعت مع اللاعبين قبل المغادره، واتفقنا على الطريق اللي لازم نتبعوه لكي ان شاء الله نعاود نرجع لهدفنا الاساسي اللي هو التاهل ان شاء الله باذن الله. فيه مبالغه في الطريقه ديال الاعلام فيما يخص هذه القضيه. اولا اللاعبين ما عندهم حتى مسؤوليه في هذه القضيه. اللاعبين كاين بعض القضايا تصرى في غرفة الملابس وفي الملعب، هذا جد عادي في كل البلدان، وخاصة في كل غرف الملابس في العالم، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى الفرق الوطنية. أنت تتذكر أنه السنة الماضية في مباراة ودية سوداني وابراهيمي كانوا هكذاك تشدوا في الملعب، ولكن هذا عادي جدا. في المباراة الاخرى بودبوز وسليماني على اساس ضربه جزاء، هذا عادي جدا ما بين اللاعبين. وحتى في غرفه الملابس انتصارات دائما نقاشات سخونه، وبعدين لما تنتهي المباراه انتهت. نفس الشيء اللي صار ما بين بعض اللاعبين والمدرب، وبعد المباراه طبعا كله انتهى. لكن اللي صار هو انه المدرب شاف انه للاسف علاقته صعبه مع الفوج من جهه، ومن جهه اخرى احنا نطلب منه الكثير. نو سوم تريز اكزيجون سور تو لي بلان. وطبعا احنا حاولنا انه يكون استقرار مع الطاقم الفني اللي موجود من زمان. هذا ضمان الاستمرار وضمان النجاح، لانه الاستابيليتي هي اللي الاساس في التسيير.
ولذلك فضل انه يستقال، وهذا طبعا ما عنده حتى مشكله بالنسبه لنا. وان شاء الله في نشتغل ابتداء غدا اليوم عاشوراء، ابتداء من غدا على ان شاء الله توظيف مدرب جديد ليكون في المستوى واللي لديه خبره، خاصه من ناحيه الاتصال. لي بروبليم دو كومونيكاسيون فينالمون سون تري امبورطون. ولو جبنا احنا مترجم يعرف اللغه السربيه ويعرف الفرنساويه، لكن الاتصال الشخصي ما بين المدرب واللاعب صعب. ولو احنا نعرف تجارب كبيره، مدربين اجانب ما يعرفوش اللغه تاع البلد ونجحوا في مختلف البلدان ممكن جدا، ممكن جدا. واحنا المشاكل اللي بعض المرات تطلع من كبرية المنتخب. احنا اليوم عندنا عناصر جد كبيره يلعبوا في انديه كبيره، فصعب بعض اللاعبين صعب لهم انه يبقوا في البنك. فدائما كاين منافسه كبيره، وهذه تتطلب تسيير خاص، تسيير انساني وتسيير عملي لكي الامور تكون دائما ايجابيه. طبعا احنا طلبنا من اللاعبين انه يكون تضامن دائم، سواء يلعب سواء ما يلعب، سواء يكون في المدرجات، انه يتضامن، وحتى في الملعب يكون تضامن. ان شاء الله هذه الامور هذه كلها تتعالج وبدات تعالج. حتى قبل نهايه التربص الماضي كنت انا شخصيا اجتمعت مع اللاعبين قبل المغادره، واتفقنا على الطريق اللي لازم نتبعوه لكي ان شاء الله نعاود نرجع لهدفنا الاساسي اللي هو التاهل ان شاء الله باذن الله. ورضاو بالاحتياط، هذا غلط، هذا غلط، رضاو بالاحتياط ودخلوا مع اللاعبين وسجعوا اللاعبين اللي كانوا في الميدان. قلت لك امور غرفه الملابس اخرى في كل البلدان تصرى، في كل غرفه الملابس تصرى، ما عندها حتى علاقه. بالنسبه للاعبين اللي ما يلعبش في ناديه، طبعا القاعده انه واحد ما يلعبش ما يستدعاش للفريق الوطني، لكن لما يجي مدرب ويقول لك انا معليش لانه محضر بطريقه في مستوى عالي، هذا يهمه هو مسؤوليته، لانه احنا المسؤوليه في الاتفاق ما بيناتنا هو يجيب النتيجه، اذا ما جابش النتيجه يروح لداره. هؤلاء اللاعبين ثلاثه هذوما اللي ذكروهم، حتى ان قالوا رايفات قبل رحيله طلب انه يذهب منصوري، يذهبوا ثلاث لاعبين باش يبقى في المنتخب. غير صحيح، غير صحيح. كل واحد يحكي، كل واحد عنده حكايه، فهمت؟ احنا بالنسبه لداخل العائله ديال الفريق الوطني وعائله الاتحاديه، ما بالنسبه لنا ما لا شيء يذكر، واحنا متوجهين للمستقبل ونسينا الماضي ايش اللي صار. فهمت؟ احنا كما قال واحد زمان اون ريغارد با دون ريتروفيزور، اون فوا توجور دو لافون اي لي زوبجيكتيف كي سون فاس دو نو. ضغط عليكم انتم كصحفيين، لكن اللاعبين ما عندهم حتى علاقه، وهذا لاعبين محترفين متعودين على هذا الحياه. لما واحد يكتب في صحيفه ولا يتكلم في اذاعه ولا يتكلم في تلفزيون، هذا ما ياثرش نهائيا ولا على الاتحاد ولا على المسيرين ولا على اللاعبين. فهمت؟ يعني الناس عندها حق في مختلف البلاطوات اليوم، بيسك هذه سي على مود يبدوا رايهم، هذا معقول جدا، ما في حتى مشكله. التجاوز مش ممكن، والمفروض الناس تراقب التجاوز، لكن ابداء الراي بطريقه ديمقراطيه ما في حتى مشكله. وبالنسبه حتى الصحفيين اللي يكتبوا في الجرائد ما في حتى مشكله انه يبدي رايه، ولكن في الحدود الملائمه. انا شفت بعض الناس خاصه المدربين قدم داروا نقطه واحده في كاس افريقيا الامم وغادروا ودربوا نادي ثلث مباريات وطردوهم، ومن ذاك الوقت ولا اشتغلوا ولا عندهم الكفاءه باش يتكلموا على هذا الفريق في المستوى اللي هو فيه، يقولوا حاجات غريبه. هذا طبعا كاين بعض اللاعبين بعد يعني قليله، يعني ممكن نحسبهم في اصابع قليله تاع يد واحده، انه كانهم مازالهم هما ابطال، ولا بينما الان الابطال اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني. اليوم الابطال ما بقاوش اللي كانوا في الثمانينات، اليوم الابطال اللي راهم في 2016، وهذا هو الفريق الوطني. وبالنسبه للاخرين لازم يكون تواضع في الفحص، في الاناليز، لازم تكون الاناليز ايجابيه لكي نستفادوا منها. الا باش تجي تقول غير الامور ماشي مليحه، هذا ما يهمه، على كل حال ما يهمناش. حنا نعرف كاين مدربين ما عندهمش حتى الدبلوم ويتكلموا في البلاطوات، ما عندوش دبلوم باش يدرب فريق في الدرجه الاولى،
ويجي يعطي رايه يروح يقرا خير من صحيح. بيني وبينك الناس اللي تتكلم ما عندهاش علاقه وتسير فريق وطني، ما عندهاش علاقه وتسير فريق وطني في هذا الوقت بالذات. كاين الناس اللي قلت لك عايشين في الثمانينات وفي السبعينات مازالهم بعاد على الحداثه اللي صارت في المنتخبات وفي تسيير مختلف الفرق الوطنيه. علاوه على هذا الناس ما لازمش تنسى انه هذا الفريق تاهل مرتين لكاس العالم، هذا بعد غياب تقريبا 30 سنه. لا ننساش اللي تحقق في السنوات القليله الاخيره، ولذلك انا سكو جو دي فو با ايتر انغرا. فهمت؟ هذه لانغراتيتود خاصه غير بالجزائريين، يعني واحد سواء واحد سياسي، واحد رجل اقتصاد، واحد رجل ثقافه، واحد رجل رياضه، يدير حوصله مهمه جدا ويجي واحد على انه عنده غلطه ولا عنده نقص في مكان يبدا نازل عليه كانه ما سوى والو في حياته، وهذا غريب ولازم نتربى ولازم نكون في المستوى في الفحص في الاناليز ونقدم ايجابيات. انا كي تقول لي اليوم ما لعبناش مليح، ايش باش نلعب مليح؟ اعطيني باش نلعب مليح. فهمت؟ اذا عندك كفاءة قول لي، ماشي تجي في بلاطو وتقول نو سي با بيان وهذا كذا وهكذا ولازم نديروا هكذا ولازم كذا، ما دير والو، لانه التسيير تاع الاتحاديه والتسيير الفني تاع طاقم فني والمسؤوليه ديال اللاعبين مسؤوليه لاعبين. حرام عليهم يقولوا هذا الكلام، خاصه الكلمه اللي قلتها، وحنا على حق والاذان قائم. الامور التقنيه خاصة بالمدرب. احنا عمرنا في الاتحاد كمسؤولين في الاتحاد دخلنا في الامور التقنية، لانه المدرب لما يجي عنده عقد وعنده مسؤولياته وعندنا مسؤولياتنا. انا لو كان رايفك قال لك باللي انا سويت التشكيلة ولا انا سويت له القائمة كان ما نقدرش نوصل اتفاق معه. من زمن طويل احنا محتفظين بمسؤولياتنا، المسؤولية التقنية على العارضة التقنية ولا غير. اما بالنسبه للاعبين المحليين اليوم عندنا اختيار كبير في اللاعبين المحترفين في انديه كبيره في اوروبا، وكاين بعض اللاعبين اللي راهم يستدعوا من طرف اللاعبين محليين يستدعوا كذا. هاد الناس اللي يتكلموا يجيبوا لنا فغولي محلي، يجيبوا لنا محرز محلي، يجيبوا لنا سليماني محلي، يجيبوا لنا بن طالب محلي يجي يلعب في الفريق الوطني. شويه هذه مبالغه وعدم معرفه لقيمه كل لاعب، يعني لا فالور انديفيدوال انترنسيك دو شاك جوار، وهذا غير محاوله وغيره على مضره للفريق الوطني. انا سمعت حتى ناس يتكلموا على مغتربين، حرام عليهم، هذو جزائريين اكثر من بعض الجزائريين هنا. يعني لما تشوف واش قدموا للوطن في التاهلات والكاس العالم الاخير، هما خدموا البلد اكثر من اللي خدموها عيطه عباد هنا. نقصد في عائله الكره، ما نقصدش الناس اللي كتر خيرهم هذا البلد، كاين رجال على كل المستويات في كل القطاعات اللي صاهرين وقايمين على هذا البلاد لانها هكذا باقيه واقفه. لاعبين اللي يراهم في المستوى للمباراه المعنيه بالامر. اما انا ممكن نقول له علاش ما جبت انا كرئيس اتحاد، نقول له المدرب ليش ما جبت فلان وفلان وفلان، هذا اختياره، هو مسؤول على العارضه التقنيه، ماهوش شغلنا. احنا مسؤولين على جهات معنيه اداريه لوجستيكيه و في مجموع هذا على البيئه الكامله، لكن ماناش مسؤولين على اختيار اللاعبين ولا مسؤولين على التشكيله اللي تدخل تلعب ولا ما تدخلش تلعب. هذه الناس لازم يتفاهموها، وهذو اللي ما يفهموش كما كان يقول واحد الرجل كبير في هذا البلد يعاونونا بسكات. فهمت؟ انا المدرب الوحيد اللي نستعرف به وباذن الله راح نسمي عليه الملعب هذاك اليوم قبلك الجديد اللي هو كرمالي الله يرحمه، الوحيد اللي ربح كاس افريقيا للامم. العالم كله بعد كل مباراة بعد كل مسابقة كبيرة يتغيروا المدربين. كاس العالم النص منهم يروح، كاس اوروبا يروح منهم النص، كافريقيا الامم يروح منهم النص، عدم التأهل يروحوا. شوف في افريقيا كم مدرب تغيروا وكم عدد المدربين، اكيد اكثر منا بالبزاف. بما فيهم الي لوزيتش اللي مازال الناس يتكلموا على الي لوزيتش رغم انه هذا هو المدرب، هو اللي راح بنفسه ماشي الاتحاديه، وحتى الناس ترجعوا ما حبش يبقى في المنتخب، والان مازال اصوات طالب هذا المدرب. يروحوا يجيبوه هما فورغيت كما يقولوا لي زونغلي، اوبليون، انسى. طبعا مباراه نيجيريا عن قرب، هل المدرب الجديد ممكن يكون في نيجيريا؟
من الاعلان على استقاله المدرب اليوم جات لي 15 اقتراح من مدربين اوروبيين. يعني الفريق الجزائري الناس تبحث باش تشتغل فيه، فهمت؟ وعارفين انه عندنا قيمه وعندنا قدره وعندنا مستوى. فبالنسبه كي نقول لك مدربين ذات مستوى عالي، لكن احنا نراعي الجانب التقني ونراعي الجانب المالي والسيكولوجي. انا الناس يقول لك علاش ما جابوش مدرب كبير؟ مدرب كبير تاع 400 الف يورو 500 الف يورو اللي يحب يجيبو يجي يعاوننا فلوس. يجي اللي يحب يجيب مدرب تاع 500,000 يورو يجي يعطينا 100,000 يورو، واحد يجيب 50,000 يورو ويعطيهم لنا كل شهر. فهمت؟ انا باش نجيب مدرب يخلص 6 ملاير ولا 7 في الشهر هذا غير معقول بالنسبه ولا للمنتخب تاعنا ولا لامكانياتنا الماديه. تعرف باللي الاتحاديه اليوم تمشي تسير بمداخيلها الخاصه، ما تصرفش ولا مليم تبع الدوله. من 2009 الى يومنا هذا ما صرفناش دورو تاع الميزانيه تاع الدوله ولا تاع الخزينه ولا فلوس تاع المواطنين. ولذلك احنا نمشي حسب الامكانيات اللي عندنا. انت عندك دو شوفو تمشي دو شوفو، عندك رولز رويس تمشي رولز رويس. هذا هو المعايير. طبعا معرفة افريقيا والقدرة على تسيير هاد المحترفين الكبار اللي راهم في كبار أندية كبيرة، وطبعا الإرادة للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية بإذن الله. ولا تنسى الناس تتكلم على كأس العالم، بينما احنا عندنا هدف أكبر في الأسابيع القليلة المقبلة. احنا إن شاء الله في هذا الأسبوع عندنا فريق راه في غابون ابتداء من يوم 15 باش يحضر كأس إفريقيا للأمم. احنا عندنا مدينتين وين ممكن نلعب اللي هي بورجونتي ولا اويام. احنا الفريقين راح يشوفوا واش الامكانيات لتحضير ووضع كل امكانيات الراحه والتحضير للفريق الوطني في هذا البلد. يعني الناس نسات انه هناك كاس افريقيا للامم قبل التاهل، لانه اليوم البرنامج تاع المقبل تاع رزنامه الفيفا والكاف احنا نلعب هذه المباراه تاع نيجيريا ان شاء الله في 12 نوفمبر، ثم ما فيش مباريات لغايه كاس افريقيا للامم في 14 جانفي، تنتهي في بدايه فبراير. مباشره في مارس كاين تاريخ فيفا تاع شهر 3 اللي هو خاص بكاس افريقيا للامم 2019، يعني تصفيات 2019. والقرعه لهذا كاس الامم في 2019 راح تنظم في 10 جانفي في ليبرفيل في الغابون قبل بدايه كاس افريقيا للامم. ثانيا التاريخ الفيفا اللي يليه في شهر 6 في شهر جوان كذلك 2019، يعني كذلك الكان 2019. بينما نرجع لكاس العالم في شهر سبتمبر. في شهر سبتمبر نلعب مباراتين مع زامبيا ذهاب واياب في ظرف اسبوع. احنا الان حضرنا لهذه. احنا اليوم عارفين امتى نوصل لجنوب افريقيا بطياره خاصه ناخذها محليا، وسوينا الامور، وطياره تاع الخطوط الجزائريه تجي تردنا بالليل من جوهانسبور باش غدا المباراه الصباح نكونوا هنا. هذا الناس ما تعرفش هذه الامور هذه، انه الامور اللوجستيكيه هذه صعبه وتتطلب امكانيات الى اخره. تجي واحد يقول لك اليوم طياره خاصه باش نروحوا مثل هكذا راهي قضيه 5 ملاير. فهمت؟ اذا نزيد نخلص انا 5 ملاير مدرب هذا غير معقول. ان شاء الله نبذل كل ما في وسعنا واكثر ما في وسعنا، وطبعا التوفيق من الله، لانه دائما ربي العالمين قدر الله ما شاء فعل في الامور الاخرى. ان شاء الله احنا نبذل كل ما في وسعنا احنا واللاعبين والطاقم التقني وكل بيئه تاع الفريق الوطني لكي نوصل لنتيجه التاهل باذن الله. لكن لا تنسى انه اليوم وش صعوبة كبيرة في هذا الفوج، لأنه 3 فرق متعودين وكانوا في آخر كأس العالم، وفريق كان بطل لإفريقيا في السنوات الأخيرة القليلة. فإحنا اللي ممكن نقوله إحنا على استعداد وعندنا الإرادة القوية وبادلين كل الإمكانيات سواء مادية ومالية لتحقيق هذا الهدف بإذن الله. ما لازمش يشكوا في فريقهم. علاش غانا قلت لك انت قلت تعادلوا وفعلا تعادلوا. كاين فرق كاين مباريات في الجوله المقبله صعبه للغايه لتقريبا كل الافواج. فمازال سي تروتو بكير الان باش نتكلم على. قلت لك كاين 5 مباريات باقيه اللي فيها 15 نقطه.